هذه وحدها امرأة حادثتها قريبة، وفيها الحقيقة القصة جمال وفيها لفتة جميلة. نشأت مثل هالبنات نشأة طيبة وعائلة محترمة وبيئة كريمة ووطن أكرم. قبل يعني ما تصل سن الزواج صار عنده بعض الآثار المرضية اللي تجي بعض النساء، ودخلت في رحلة علاج مبسطة يعني اللي يمشون به. لكن بعد الفترة هذه كان من آثاره أو من توصيات الأطباء أنه احتمال الحمل ما يكون، احتمال يعني، وقد يكون يعني نسبته، لكن من الاحتمالات عدم الحمل. لكن إذا عولج بالعلاج الفلاني ممكن أنه يحصل له إن شاء الله. فيعني هذا التوصية من باب الأمانة، أنه إذا جت تزوج يكون عند المتقدم خبر. كان أبوه حكيم وبعيد نظر بعد، والحمد لله سلم بالأمر، وهي البنت يعني ما شاء الله وفقت بالهدوء والسكون والسكينة. ثم الأب حاول أن اللي يتقدم يكون يا رجل مثلا، إما يكون عقيم أو مراعاة للبنت أو يكون ظروف، المهم أنه يكرم البنت، وقد ما يجي اللي بباله، لكن المهم أن البنت تطلع مكرمة وليست بس أن تزوج وبس. أنه بعض الناس عندنا مشكلة أنه أهم شيء البنت عيب أنها تبقى زوجة، أو هي تهرب إلى الأمام، تهرب من الواقع أنها تبي تتزوج. فتقدم لهم واحد يعني رجل طيب وحبيب ومحترم جدا، ولكن فيما فهم أنه ما يجيب الله له عيال، إما يكون له تجربة سابقة أو المهم أنه ما يجي عيال. كانت البنت تقول أنا عندي شرط واحد لو أصير الزوجة الرابعة، أنا ما أبي التدخين، الدخان لا ما داني، أتحمل كل شيء إلا رجل مدخن. فكانت صريحة مع أبوه وقال له الرجل على قولتنا عسل مع كل جهة، إلا أنه كأن في علامة. يسأله أبوه قال أبدا أنا سابقا وكذا. قال جاء توكلنا على الله، ترى هالبنت ذي ما عندها إلا هالإشكالية، ولا يعني هذا أن ننفي الخير عن من يدخن. كم ممن ابتلي بهذا الأمر قلوبهم وصلت الآفاق باليقين والخير والبذل. فتم الزواج ودخل على البنت، وصارت ما شاء الله رجل بصفاته الطيبة وعلومها الغانمة وأكرمها إكرام شديد، لكنه كان مدخن. يجلس له لا جاي يدخن، طلع لاستراحته، فسخ ثيابه، هدومه كلها فسخه، وشرب هالسيجارة ما بفايدة. هم اللاجة سبح قبل وتعطر، اي يعني مرة ما يحاول قدر، وياكل اظن بعض العلوك، ما احنا مسوي دعايات. المهم انه يحفر ويدفن هذا يحفر ويدفن اي بالعلوك. المهم انه يعني يحاول قدر المستطاع. البنت او الزوجة عموما أذهم منا كلنا. المرأة أنا أقول عندها الحاسة السابعة والتاسعة والعاشرة، لا تقول. البنت دريت أنه يدخن، ولكن قمة التقدير والاحترام والمرجلة والخوف من الله والشعور بالذنب، شعور بالذنب وتأنيب الضمير اللي كان يخالجه، ابلعت العافية ولا قالت شيء. الرجل محافظ على صلاته وبر لأهله وروحته وجيته وسفرياته. المهم أنه من كل بس هن ذي على قولة الشيبان هي الموجودة هازقير. المهم أنه مضت الأيام، وقالت بالنسبة للحمل يقول أنه قال تبينا نعالج، ما عندنا مشكلة، نشوف الوضع، لكن ترى الأمر سيان يعني ترانا مستمتعين أنا وأنتي، لأنه كان يراعيه بشكل كبير، لأنه هي ثابت قطعا أنه قد يكون من الآثار شوي يعني. فسافروا مرة برا أثناء يعني، وتعبت شوي، وداه لحد المستشفيات بالبلد، وكشفوا عليه، ومن عرض الأسئلة والتحاليل أو كذا جاء طاري الحمل، وسئلت
وقالت والله أنا كذا وكذا، وقال الطبيب أو الفريق المعالج نسوي لكم تحليل، يعني ما دام انكم دخلتوا كذا لانهم داخلين بتامين، يعني حفاظا على خصوصيه القصه. المهم انهم سووا له التحليل وقالوا نشوف زوجته، وتبين ان هي يستحيل ان تحمل، وهو في مجال الى 70-80%. فاعطاهم التوصيه الدكتور، وكلمهم الدكتور، وقال الدكتور للزوج لوحده، لأن الزوج هو اللي كلمن، هو اللي أعطاني القصة. قال الدكتور لعلك تفكر بزواج ثاني، لأنه ترى نسبة الحمل أو الذرية لك كبيرة، أما زوجك فمستحيل، فيها يعني العرض الفلاني وكذا. شرح له. رجعوا. طبعا هذا الكلام بعد 8 سنوات من الزواج، والزوجة ما تدري عن الكلام، الزوجة ما تدري بالكلام الخاص. فأثناء السواليف هو وهي بالكلام تدخل واحد من أقاربه يعني، وقال لعلكم تعالجون وكذا، وألح عليهم. فقال له بالعربي هذا اللي حصل وهذا اللي حصل. الزوج يخبره، يعني قفلوا الموضوع مراعاة لشعوره. فكانت هي جالسة بالبيت عندهم، وخله يعني طلب زوجها أنها تيجي عند أخوة أو عند اللي يتحدث، وقالت ودنا نعالج، يعني كأنه شوي حنت. قال شوفي، في هذه اللحظة جت زكاة الوفاء منك، أنت صبرتي علي سنوات وأنا مدخن، وأنا كنت أدري إني أدري إني دارية، صبرتي علي، فأشهد الله إني تركت الدخان بسببك. هذه واحدة. الثانية، أقسم بالله إني ما أتزوج عليك، ونبقى من أسعد ما يكون إن كتب الله لنا ذرية، فالحمد لله، وإن ما كتب فأنت أجمل ذرية ونعم عطانا الله عز وجل إياك. أنت امرأة وفيتي وصبرتي، وتقدرين من أكل ليلة بعد شهر شهرين يبي تبين إني مدخن ويفسخ النكاح وبرجع، وبتفشل عند أبوتي وعند جماعتي وعند أهلي وعند ربعي، لكن صبرتي. الآن يوم صارت الشيء بيدي تخلى وأنا أقدر، لا، ما عندي استعداد وأنا راضي ولا عندي أي إشكالية. بعدها بفترة وفقهم الله بالأنابيب، يعني رزقهم الله بطفل، وأمورهم طيبة ولا عندهم خلاف. أنا اللفتة السريعة عشان بس ما أطيل يا جماعة، سبحان الله العظيم، بعض النساء وهم إن شاء الله الكثير توفق في الحكمة في حل الإشكاليات. يعني أنت أو أنت الزوج دخلت على زوجك أو دخلت على زوجك، ثم تبين أن هناك مشكلة معينة، قد يكون هناك خلل بالشرط، مثلا اتفقتوا على إكمال الدراسة أو على الوظيفة. ليس من الحكمة التعجل في تطبيق وتنفيذ هذا الشرط في منطقة، ما نقول رمادية، في منطقة للأخذ والعطاء وعلاج الوضع بالنقاش، بالحوار، بالصبر مدة، يعني إبداء بدائل، بحلول غير ذلك، بحيث أنه يعني تسير عجلة الحياة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق. الله يجمل حالك. بوركت يا أبا عبد الله. كل أمتي معافى إلا المجاهرون.